السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنعمل النهاردة وصفة حلوة قوي. هنعمل النهاردة البطاطا المشوية. بصوا بقى، في حاجات كده مرتبطة بالبرد. أول ما الشتاء يجي كده والبرد يدخل، بناكل كده حاجات تدفينا وتشبعنا. احنا متعودين ان احنا لما في شتاء بناكل الحاجات دي، اكلات كده وحاجات مرتبطة بالبرد والشتاء، حاجات بتدفينا وبتشبعنا وبتدينا كده طاقة في عز البرد. البطاطا المشوية من الحاجات دي، من الحاجات المهمة جدا في الشتاء، واللي بتكون طعمها حلو قوي وبتدفي وبتدي طاقة كده، وبناكلها كده بالليل وهي سخنة كده ومشوية ولذيذة، بتدينا طاقة كده وتشبعنا. قبل ما ابدأ معاكم وصفتي، انا عزة مصطفى، واتمنى تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس، وكمان تحطوا لايك للفيديو علشان تشوفوا كل وصفاتي الجديدة. شايفين البطاطا حلوة ازاي؟ البطاطا كده حاجة حلوة قوي يعني. حتى هي في اليومين دول كده كتير، لكن بصراحة زي السكر، طعمها مسكر قوي. وهي دي بقى ايام البطاطا، ايام البطاطا كده بتكون في البرد وفي الشتاء، عشان احنا محتاجين لطاقة ودفى في البرد كده، في عز البرد كده نشويها تدفينا وتدينا طاقة كده، وبتبقى حلوة قوي. ناكلها كده واحنا قاعدين بالليل تدفينا كده بتبقى حلوة قوي. طبعا احنا بنحب بطاطة العربيات اللي بناكلها كده من الشارع، وبتكون طعمها حلو قوي، بتكون مشوية. آه، بصوا الطريقة دي بقى احلى كمان من بطاطة العربيات. يعني طريقة صحية، طريقة حلوة، طريقة حلوة قوي، وبتدي نتيجة حلوة جدا. بداية كده لازم البطاطا تكون زي الفل. طبعا اتنقعت ونزلت منها كل الطين، وغسلتها كويس قوي، حطيتها في الجريل، وبعد كده حطيت عليها 5 معالق من السكر. وبعد ما حطيت عليها السكر، هوطي النار قوي علشان تستوي كده على نار واطية وتستوي. يعني بصوا، ما خدتش وقت كتير ابدا في التسوية، ساعة بالظبط وكانت زي الزبدة. يعني بعد ربع ساعة بالظبط قلبتها كده بالشكل ده، لقيتها كده خدت لون حلو، وبرضو استوت من الناحية اللي تحت. السكر المكرمل بيديها لون حلو قوي، وبيخليها مشوية بجد، بيخلي فيها طعم الشوي وريحة الشوي. بيديها لون حلو وبيديها شكل حلو، وبتكون طعمها مسكر ولذيذ قوي. اتشوت كده بسرعة جدا، ما خدتش وقت، بالظبط ساعة، وكانت حلوة قوي ومستوية جدا وبتدوب كده في البق. البطاطا كانت فعلا حلوة قوي. طبعا الطريقة سهلة قوي وبسيطة قوي، لكن النتيجة كانت فعلا حلوة قوي. بطاطا مشوية مشوية فعلا، طعمها وشكلها وريحتها مشوية زي اللي بنشتريها من بره، وأحلى، طعمها أحلى كمان من إننا نشتريها من بره. البطاطا المشوية مرتبطة بالبرد وبالشتاء، بتدفي وبتشبع وبتدي طاقة. ممكن كمان تكون وجبة عشاء، ممكن الواحد كده بالليل ممكن ياكلها ويبقى شبع وتعشى بطاطا. البطاطا المشوية من أهم الأكلات اللي بنحبها وبناكلها في البرد، بتدفينا وبتشبعنا. عملناها في البيت بطريقة سهلة وبسيطة، وشايفين قد إيه حلوة قوي، شايفين بتتقطع بسهولة إزاي، مستوية ودايبة. وهتستغربوا اكتر لما تعرفوا ان هي ما خدتش وقت خالص على النار، لا احتاجنا ندخلها الفرن ولا نحط لها ميه ونسلقها. بالعكس، احنا سويناها بالظبط في ساعة، وكانت مشوية بالشكل الحلو ده، ما خدتش وقت ولا اي حاجة، وكانت النتيجة حلوة قوي. شايفين بتدوب ازاي؟ بتدوب كده في البق مستوية. شايفين جمالها؟ حلوة قوي، شكلها شهي قوي، وكمان كان طعمها خطير. احلى بطاطا مشوية اللي بنعملها في البيت، ودي اسهل وابسط طريقة ممكن نشوي بيها البطاطا. مش محتاجة فرن ولا محتاجة آه اي حاجة خالص، مش محتاجة مجهود خالص، لكن النتيجة كانت فعلا رهيبة.
أحلى وصفة وأسهل وصفة. لو جربتوا البطاطا بالطريقة دي هتدمنوها وهتعملوها كل يوم. كل يوم هنشوي البطاطا بالطريقة البسيطة السهلة دي، والنتيجة بتكون لذيذة قوي. البطاطا بجد كانت لذيذة قوي. دي كانت وصفتي. لو عجبتكم الوصفة ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو